اليوم سويت لكم قوزي على التمن على الطريقة العراقية الأصيلة برقبة الخروف. كلش طلع طيب وهو يحكي عن نفسه. وإن شاء الله تابعوا وياي الخطوات وشوفوا الفيديو للأخير حتى إن شاء الله تطبقوها بحذافيرها وتنجح عندك الوصفة وتبيضين وجه قدام الخطار لأن شكله فاخر وأكله فاخرة. فهسه قبل أن نبدي بالخطوات نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وريد من دياناتكم الحلوة لايكات حلوة وتعليقات حلوة حتى يصعد مستوى القناة. هسه نبدي بالخطوات ونصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله كلكم زينين وبصحة وسلامة. اليوم راح نبدي بالخطوات وأسوي لكم طريقة القوزي العراقي. هسه هنا عندي أنا رقبة كاملة قصيتها بس نصين يعني هيك كبرها خليتها. أحمسهم للدهن هيك تقريبا خاشفتين دهن أو زيت حسب رغبتك انتي. فأحمس الرقبة الجهات الأربعة مالتها كلها لأن هي كبيرة. فأحمسهم زين. بعد ما تنحمس يا بنات هاي الحمسة الحلوة أضيف لها البصل والنمي بصرة والفلفل الحار. ما أضيف الملح هنا حاليا، ما أضيف ملح. أنتظر لحد ما شوية البصل يذبل والرقبة تحمر زايد يعني على مود أضيف مغلية مي بالغلاية. أجي أضيف لها مي يعني أترك الجدرية المحلك أو شي أقل من أصبعين تقريبا حتى لا تتشبشب المايات منه ومنه. زين انتظرها تفور تقريبا ساعة او 3-4 ساعة بعدين اجي عليها. زين حبيباتي، هسه كل ما ويقل مي يعني بالجدر اني اغلي مي بالقلاية واجي اضيف المي. هنا خليت الخاشوقة حتى لا يتشبشب المي مالها. بعد ما قل المي مالها ايضا جيت اشوف اللحمة، اذا اللحمة صايرة على النص او مستوية على النص اضيف الملح. يلا اضيف الملح. تقريبا ساعة استوى اللحم، يلا ضفت الملح وانتظر بعد ساعة حتى اللحمة تنهري هري. هسه بعد ما تشربت المي وصارت على النص، هسه احتاج بس هذا المي، ما اضيف بعد مي اكثر. شوفوا اللحمة ذايبة ذوب يا بنات، وكلش شوفوا المي مالها شقد كسكين وشقد يعني كلش مفيد هذا المي لان المي مي كسكين ومركز. هسه اجي اذوق الملح والحموضة والحرورة مالته. شفت كلش اوكي واخلي الجدرية على صفحة. بعدين اجي على الطماطة. هاي كانت مجمدة بالمجمدة يا بنات، طلعتها قبل يعني ساعات وذب الثلج مالها يعني. بعدين جيت بالهاند بلندر جيت اخوطها خلطة وبعدين اصفيها وبعدين على مود هذا البث اللي يبقى بالطماطة. زين هسه بعد ما خلط يعني ضربتها بالهاند بلندر، هسه اجيب جدرية اخلي بيها تقريبا فصين 3 ثوم مقطع، واجيب 3 ملاعق معجون الطماطة احمسها حتى ريحة الزنخة تروح. يعني لازم المعجون ينحمس يا بنات، وانا بكل اكلة اسويها اقول المعجون حمسوه حتى لا يبقى ريحة زناخة بالاكل. هسه المصفي كان اكبر من الجدر طبعا، وجيت دا اصفي الطماطة، عصير الطماطة. شوفوا هذا البثر راح اذبه ما اريده. وهاي شو اسمه انتظر اللي يتسبك المي من المعجون يعني زين يتسبكون يعني يتشربون مي، يقل المي قصدي مالته. وهنا جبت من مي اللحم وضفت على المعجون الطماطة والشو اسمه على مود ريحة على مود يعني تصير مغذية اكثر. فهنا ضفت بس ملح وفلفل اسود لان انا خليت يعني مي اللحم هو بملح. بعد ما الصلصة بعد خليتها على صفحة تتسبك. هسه هنا جيت اسوي التمن يا بنات. جبت جدرية بيها تقريبا يعني نص الجدرية مي، والتمن البسمتي منقعته ساعة كاملة، وضفت الملح قبل لا اذب قبل لا اضيف التمن ضفت ملح حتى يفور ويا المي. هسه صفيت التمن يا بنات وخليته هنا يعني هيك اسوي هاي الحركة على مود يتهدر. انا قبل لا اصفي التمن يا بنات اخلي اسخن دهن على مود رأسا يعني خلال 10 دقائق التمن يتهدر. شوفوا ما شاء الله شلون تهدر، صار الحبات صارت نثرية. هسه شفت الدهن قليل، ضفت هنا شوية كم يعني ملعقتين 3 تقريبا زيت الزيتون، وكلش طلع طيب ونثري. وشوفوا هو يحكي عن نفسه.
أنا هواي مسوية تمن يمكم يا بنات يعني بالقناة، وإن شاء الله طريقته كل سهلة يعني وتعجبكم. هسه هنا آخر شي بعد ما سويت ذولاك التمن والأشياء الباقية سويتها. هسه جيت هنا يا بنات خليت خشبتين دهن وحمست الشعرية يجي حمار. أضيف لها مي اللحم، أضيف لها مي اللحم يا بنات. مي اللحم بكل شيء، ببهارات، بحرورة، منو مبصرة وملح. هنا ضفت بس يا بنات خاشوقة شكر وخاشوقة صغيرة دارسين، لأن الشعرية كلش طيبة تصير ويا الشكر والدارسين. هسه أخلي تتشرب ميها وعلى مود تتهدر. وآخر شي يعني بعد ما تتهدر، شوفي يا بنات تهدرت شوية باقي لها بعد، أخليها على مود على مود ينصب بعد. هسه اذوق الشعريه دا اشوفها صارت لو ما صارت. ان شاء الله صارت. واخر شي خليتها على صفحه، وشفت هنا الصلصه متسبكه، اجيب اللحم واذبها اخليها بالصلصه حتى تاخذ من طعم الصلصه وتصير طيبه وتصير حمرة، لان احنا نحبها حمرة. اخليها على صفحه. اخر شي اجيب طاوه اخلي بيها كميه من الدهن، وعلى مود احمس اللوز والكشمش واخليهن للتزيين. يا بنات اذا وصلتوا لهذا الحد من الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. اذا عجبك الفيديو يا بنات شارك الفيديو ويا الاهل والاحباب والصديقات حتى تعمل فائدة على الكل ويصعد مستوى القناة، لان اللايكات تصعد مستوى القناة يا بنات، وهواية تفرق لي اذا يعني خليتوا لي لايك. يا بنات هسه هذا الشكل النهائي للاكلة مالتنا. خليت التمن طبقة من الحشوة وطبقة واللحم، وبعدين زينتها باللوز والكشمش. كلش شكلها خرافي، شكلها شهي. وخليت من السوب ومن صلصة المعجون والطماطة كلش طيبة، واللحمة ذايبة ذوب يا بنات. شوفوا شكلها شقد حلو. تجربوا هاي الطريقة للعزايم، للخطار، يعني فشي فاخر ويبيض الوجه يا بنات. ان شاء الله تمتعتوا بهذا الفيديو الحلو. سهمني وسهمكم العافية إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا باللايكات الحلوة من إيديناتكم الحلوة. زين حبيباتي جربوها كلش حلوة وطيبة وطريقتها سهلة كلش إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديو جديد.